لو عندك واحده من المشاكل اللي هتشوفها في الريل ده فده مش طبيعي، لان ده معناه ان انت محتاج تكشف عند دكتور عظام فورا. 1. كتفك بيوجعك او بيصحيك من النوم، ده ممكن يكون تيبس او قطع في اوتار الكتف. 2. بتحس بتنميل ووجع في كف ايدك بيصحيك من النوم، دي من اعراض متلازمه النفق الرزغي او كاربال تانل سيندروم ومحتاجه طبعا تكشف عند دكتور. 3. اتخبطت خبطه جامده والاصابه ما اتحسنتش بعد كام يوم، يبقى ساعتها لازم تتشاف، لان هي ممكن تكون اصابه مش بسيطه ومش مجرد كدمه. 4. بتحس ان كتفك بيتحرك من مكانه او بيتخلع، دي علامه ان في مشكله في المفصل لازم تتعالج. 5. بتحس ان ركبتك بتخونك وانت ماشي او بتجري، ده ممكن يكون قطع في الرباط الصليبي او ضعف شديد في العضلات. 6. بتحس بتكه او طرقعه مؤلمه في مفاصل، ده ممكن يكون ليونه زياده في الاربطه او مشكله في المفصل نفسه. 7. بتحس ان في حاجه بتلعب جوه ركبتك، ده غالبا جسم سايب في المفصل او ما يسمى باللوز بادي، وحله الوحيد ان هو يتشال. 8. ولا خليني اكمل لك ال8 حالات التانيين في بارت 2، بس مهم انك تفهم ان لو واحده بس من الحالات دي بتظهر عندك يبقى انت محتاج تتحرك فورا وتشوف دكتور عظام عشان صحتك ما تستناش. استناني في بارت 2 ودمت دايما في حركه وصحه.